السلام عليكم. هنا دي مان الموسيقية هنا في مصر اللي بتمنع أي شاب يبقى ليه جمهور يغني. طالب مني 300,000 و400,000 جنيه عشان اخش النقابة. أنا بيهم من غيرهم هشتغل، هتحبس هنا هموت هنا. في يوم 26 ديسمبر اللي فات وفي منطقة الزمالك الهادية كان في عربية غريبة ماشية على الطريق الرئيسي، وكانت عربية لونها ذهبي ومطلية بالكامل بالذهب. والغريب أكتر إن نمر العربية كانت تجارية، وده معناه إنها لسه ما خدتش رخصة في مصر. بس كل ده مش مشكلة، المشكلة الحقيقية كان في اللي جوه العربية دي اللي كان سبب في ضجة كبيرة ومشاكل انتهت بحبس مغني المهرجانات حمو بيكا. علشان تفهم اللي حصل وتفهم كل التفاصيل تابع معايا في الموضوع من أوله. خليني في البداية أقول لك مين هو حمو بيكا. البداية كانت سنة 1988 في محافظة الإسكندرية لما اتولد محمد محمود مصطفى، وده الاسم الحقيقي لمطرب المهرجانات حمو بيكا. والحقيقة إنه اتولد في أسرة بسيطة ظروفها المادية صعبة جدا، لكن بالرغم من كده اهتموا بتعليم ولادهم ودخلوهم مدارس حكومية. ومن صغره هو معروف بإنه شقي ومتهور، علشان كده مرة هو في المدرسة عمل خناقة كبيرة مع أصحابه وفضل يضرب فيهم بطريقة البلطجية. ولما المدرس حاول إن هو يمنعهم عن بعض، بيكا ساعتها ضرب المدرس وعضه جامد في كل جسمه، وده سبب للمدرس مشاكل صحية كتير جدا. علشان كده حمو بيكا اتطرد من المدرسة وهو يدوب لسه في المرحلة الابتدائية، ومن ساعتها ما دخلش مدارس ولا اهتم بالتعليم. بيكا من صغره وهو مقتنع إن الفلوس هي لغة العصر، وان الانسان قيمته الحقيقيه بتتحدد من خلال ثروته اللي مش مهم جايبها ازاي ولا ايه مصدرها، لكن المهم ان هو يبقى معاه فلوس كتير. وطبعا المبدأ ده غلط وفي اغلب الاحيان بيكون نهايته مأساوية. المهم ان حمو بيكا بدأ يدور على شغل يجيب منه فلوس، وفعلا اشتغل صبي لعمال البنا وصناعيه، وبعد كده اشتغل سواق على توك توك والفترة طويلة. والحقيقة ان هو اشتغل في حاجات كتير جدا غير كده، زي عامل سيراميك ونقاش وسواق على العربية نقل وغيره كتير جدا. ولما كبر وبقى شاب اشتغل صبي جزار، وبعد كده احترف مهنة الجزارة وبقى جزار وعنده محل يشتغل فيه بنفسه. وفي سنة 2016 حمو بيكا بيتكلم مع اصحابه اللي في المنطقة الشعبية وبيعرضوا عليه شغلانة جديدة تجيب فلوس جنب محل الجزارة، وهي انهم يروحوا الافراح الشعبية ويعملوا فيها مهرجانات وهيصة وزنبليطة وكده. طبعا حمو بيكا بيوافق على طول لان هي حاجة هتجيب له فلوس بسرعة، ومش مهم اصلا ان هو يكون صوته حلو، المهم ان هم يروحوا يهيصوا ويعملوا دوشة وخلاص. وفعلا بيجي يوم وبيروحوا فرح ويعملوا المهرجانات بتاعتهم وبيغنوا وبيرقصوا بالطريقة الغريبة بتاعتهم. لكن يظهر ان الموضوع ده عجب الناس اللي موجودة في المنطقة الشعبية وبقوا بيجيبوهم في الافراح البسيطة علشان يعملوا فيها نفس المهرجانات دي هي. يظهر ان الموضوع قلب مع بيكا بجد وافتكر نفسه العندليب، فقرر ساعتها ان هو يعمل قناة على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ويحط فيها فيديوهات من الاغاني اللي بيغنيها في الافراح. وهنا بدأت ناس كتير تشوفه وتعرفه، لان دي ساعتها اسرع وسيلة للشهرة، حتى وان كان ان الشخص ده ما عندوش موهبة. وبدأ ان هو يسجل اغاني وشرايط من النوع اللي بيشغلوه سواقين التكاتك علشان يعملوا ضجة حواليهم طول ما هم ماشيين في الطريق. وساعتها بدأت نسبة كبيرة جدا تسمع اغاني بيكا، وده حقق له شهرة كبيرة جدا وخلاه ترند في الوقت ده. وساعتها اشتهرت اغاني المهرجانات والنوع ده من الاغاني اللي ملوش اي معنى ولا ليه علاقة بالغنى نهائي، لكنها مجرد مزيكا بتعمل اي دوشة وخلاص. وللاسف ان هو بقى ترند في الوقت ده وناس كتير سمعته وناس كتير شافته، خلى المنتجين يطلبوا منه يعمل اغاني. وفي سنة 2017 كانت الانطلاقة الحقيقية لحمو بيكا، وللأسف ان المشاهدات زادت عليه جدا، وده لان الناس بقت بتحب تشوف النوع ده من الاغاني. هو مين الشخص ده اللي ما عملش اي انجاز في حياته لكنه حقق شهرة وبقى ترند جامد جدا في الوقت ده؟ عايز اقول لكم ان حمو بيكا افتكر نفسه وصل للشهرة خلاص، وبقى بيروح كل الحفلات بتاعة الفنانين علشان يتعرف اكتر، وبقى بيصور فيديوهات مستفزة جدا، وبقى بيتباهى بكل ممتلكاته. ولما عرف ان رجال الاعمال العرب بيعملوا حفلات وبيوزعوا فيها هدايا ذهب وفلوس كتير، ما كانش بيفوت اي حفلة لرجال الاعمال العرب الا لو كان بيروحها
وبيغني فيها. علشان كده واحد من رجال الاعمال بيديله سبيكة دهب كبيرة هدية. مش بس كده، ده في المرة اللي بعدها بياخد عربية من رجل اعمال تاني. وطبعا بيكا ما كانش بيفوت اي فرصة ان هو يعمل فيديو او يصور نفسه وهو بيستلم الهدايا دي وهو لابس كمية كبيرة جدا من الذهب، وبيشتري فيلا ضخمة جدا في ارقى منطقة سكنية، وبيتباهى بالعربية بتاعته اللي مطلية بطبقة كاملة من الذهب. وكل شوية يطلع بخبر جديد على صفحته بانه وصل للنجاح ده بمجهوده وانه تعب عشان يوصل له. والمفاجأة ان هو فاكر نفسه قدوة للشباب، وقال في بوست ان هو بالرغم ان هو مش متعلم لكنه قادر ان هو يوصل لنجاح كبير جدا. وفي الوقت ده قررت نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بان هو يوقف المهزلة دي ويمنع اغاني المهرجانات المستفزة دي، لانه ما بيعبرش عن الفن باي شكل، وكمان مش عايز الناس تاخد النموذج ده قدوة في حياتها. علشان كده بقرر من الفنان هاني شاكر ان مفيش اي حد هيغني الا لما يكون عضو في النقابة، وده عن طريق ان هو يدخل امتحان النقابة وينجح قدام اللجنة الموسيقية. وطبعا لما حمو بيكا دخل الامتحان ساعتها سقط فيه، وساعتها مرضيش بالنتيجة دي وفضل ساعتها يتخانق ويزعق بصوت عالي، وساعتها بيصور فيديوهات وهو بيهدد النقابة والنقيب هاني شاكر. السلام عليكم. هنا دي مهن الموسيقية هنا في مصر اللي بتمنع اي شاب يبقى ليه جمهور يغني. هنا في مصر اللي هنا المهن الموسيقية دي اللي كل واحد انا جاي بقول له عايز اشتغل طالب مني 300,000 و400,000 جنيه عشان اخش النقابة. انا بيهم من غيرهم هشتغل، هتحبس هنا هموت هنا، بانه هيأذيهم وهيهد النقابة عليهم. وطبعا الفيديو ده بقى ترند وعمل مشاهدات كتير لحمو بيكا، وفي نفس الوقت الفيديو ده اترفع على حمو بيكا قضية بيه. والمفاجأة اكتر ان حمو بيكا ما كانش بيهمه الموضوع ده نهائي، ده كمان كان بيعمل حفلات وبيغني من غير اذن النقابة اصلا. وفي 2018 عمل حفلة كبيرة جدا في اسكندرية وسماها وش غضب، وساعتها النقابة رفعت عليه قضية تانية لانه هو عمل الحفلة دي بدون تصريح. واتحكم على حمو بيكا في القضية الاولانية اللي هو اهان فيها هاني شاكر والنقابة الموسيقية بالسجن لمدة 2 وكفالة 50,000 جنيه. اما في القضية التانية اللي هي بتاعة الحفلة اتحكم عليه بالسجن لمدة 2 شهر. طبعا حمو بيكا ما اهتمش بالقضايا دي وخلى المحامي بتاعه يعمل له استئناف، لكن اللي هو ما يعرفوش ان الاستئناف اترفض وان الاحكام دي اتسجلت عليه ولازم يتسجن. حمو بيكا ساعتها ما كانش مهتم خالص بالموضوع ده وفضل مشغول بحياته ويعمل فيديوهات ينشرها على صفحته. وساعتها اتجوز واحدة اسمها شمس وخلف بنت اسمها تاج، وطول الوقت وهو مستمر بنشر الفيديوهات والصور اللي بيستفز بيها الناس. لكن التعليقات كانت معظمها سلبية ضد حمو بيكا، منهم اللي كان بيحذره من نهاية الطريق اللي هو ماشي فيه، ومنهم اللي بيسخر منه. وطبعا ان هو شايف نفسه بقى خلاص مليونير ووصل للعالمية ومحدش يقدر يكلمه. وفي يوم عمل حادثة وخبط عربية في الساحل الشمالي، ساعتها قامت خناقة قوية جدا ونزل ساعتها يضرب ويشتم بألفاظ سيئة جدا. وطبعا كل ده اتسجل فيديو وانتشر برضه علشان الناس كلها تعرف اخلاقه وتصرفاته. والصراحة ان الفيديو ده عمل على حمو بيكا هجوم جامد جدا. ولما حمو بيكا لقى ان الاوضاع بقت حواليه بالشكل ده قرر ان هو يكسب استعطاف الناس بطريقة تانية، وعمل بوست ونشر على صفحته بانه هو مرض مزمن، والمرض ده بيصيب الامعاء والقولون وبيسبب مشاكل في الهضم ومشاكل تانية صحية. وتمر الايام والشهور وبيكا برضه مستمر ان هو ينزل فيديوهات وصور على الصفحة بتاعته لحد يوم 26 ديسمبر سنة 2024 بيكون حمو بيكا ماشي بالعربية بتاعته في حي الزمالك، وكانت العربية واخدة نمر تجارية لانها ما خدتش ترخيص في مصر. فبيوقفوا واحد من ضباط الشرطة وبيطلب منه ورق العربية، لكن طبعا عشان حمو بيكا شايف نفسه ان هو من المشاهير بيرفض ان هو يدي اي حاجة للضابط وبيقول له انا وش بطاقة وكل الناس عارفاني. ومش بس كده، ده كمان اتخانق مع الضابط، علشان كده الضابط بيطلب منه ان هو يركن على جنب وينزل من العربية عشان يتفتش. وفي نفس الوقت كان الضابط التاني اللي موجود في اللجنة بيستعلم عن العربية والرخص بتاع حمو بيكا على الجهاز اللي معاهم. وهنا بدأت الكوارث الحقيقية اللي هتنزل على دماغ حمو بيكا. أول حاجة وهم بيفتشوا العربية لقوا معاه ساطور ومطوة، ودي طبعا تهمة حياز السلاح أبيض. أما بقى عن باقي الكوارث التانية وهي إن لما الضابط كشف على اسم حمو بيكا في الجهاز لقى إن هو عليه 3 قضايا وهو هربان منهم. وهنا بيتم القبض على حمو بيكا علشان كل القضايا اللي هو كان مطنشها وكان صادر فيها الحكم بس هو ما نفذهاش. من ضمن القضايا دي إهانة النقيب هاني شاكر
النقابة الموسيقية وإقامة حفل غنائي من غير تصريح، وقضايا تانية كتير من ضمنهم اللي لقوه معاه في العربية. وهو دلوقتي عليه حكم 2 سجن في القضية المتعلقة بتاعة نقابة المهن الموسيقية. علشان كده بيتم الحكم عليه بانهم يرحلوه لسجن برج العرب اللي موجود في الاسكندرية لتنفيذ الحكم 2 في السجن. ولما حمو بيكا سمع الحكم وعرف ان هو هيخش السجن حصلت له صدمة، فبيحاول ان هو يهرب من المحكمة وبيقول لهم ان هو عايز يدخل الحمام، وبيحاول ان هو يهرب من الحمام لكنه بيتقبض عليه تاني وبيترحل على سجن برج العرب. ودلوقتي هو في السجن وبيقضي العقوبة لحد اصدار الحكم في القضايا التانية. وبكده بعد ما كان حمو بيكا قدوة للناس في الشهرة، دلوقتي هيكون عبرة للناس للي يفكر ان هو يمشي في الطريق السهل ده، ويعرف ان نهاية الطريق ده دايما بتكون مأساوية. واحنا بنشوف نهاية الناس دي والخسارة الكبيرة اللي بيتعرضوا ليها، وان كل واحد لازم يفكر كويس في الطريق اللي هو ماشي فيه، وان اهم حاجة لازم ان هو يكون بيرضي ربنا قبل ما هو يرضي نفسه. انا عايزك تعرف يا صديقي ان الطريق السهل عمر ما بيدوم، اتعب علشان تلاقي نفسك في الاخر. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.